عروس دمشق عامل عرض اسمه الشاطر حسن. العرض ده سعره عامل 70 جنيه. تخيل كده العرض ده عباره عن ايه؟ فلافل ب 70 جنيه. هفهمكم كده القصه مشت ازاي. انا كنت بالليل وجعان وكنت بصراحه محتار اكل ايه، فقلت كده اعمل ستوري على الانستجرام اطلب فيه منكم شويه عروض كده بسعر حلو وكميه مقبوله. فلقيت نورين بتقول لي روح بص على عروس دمشق عامل شويه عروض حلوه. دخلت بصيت بصراحه عروض كويسه، قعدت اقلب والف لغايه ما لفت انتباهي عرض اسمه الشاطر حسن. العرض بقى عباره عن ايه؟ عباره عن 2 وجبه فلافل عربي ومعاها لتر بيبسي ب 70 جنيه. انا قلت ايه الفلافل ب 70 جنيه دي؟ تعالى كده نطلبها ونبص عليها ونشوف الكلام. فطلبتها وصدمت الصراحه. تخيل يعني، بصوا بصراحه يعني كبسني. شكله عامل ازاي؟ جاب لي دوت وده، تحسها كده مش فلافل، تحسها 2 كيلو هريسه، 2 كيلو كنافه. دي مش فلافل خالص اصلا. تعال نفتح بص عليها كده وممكن يكون حاجه كويسه. ريحه الفلافل بدات تطلع. طبعا هو مسميها فلافل عربي علشان شبه شاورما العربي اللي هي سندوتشات الشاورما السوري اتقطع. يا نهار ابيض، استنى يا جدعان، بهدلت نفسي ثواني. لسه خاسر البتاع. هو عباره عن سندوتشين كبار متقطعين. هو بصراحه شكلهم كبير ولكن برضه فلافل برضه، انتوا فاهمين. طبعا بقى جايب معاه شويه طماطم، في برضه طحينه او حمص مش عارف الصراحه، بس اعتقد حمص. هو ريحته سوري كده وعندنا مخلل. لطيف بس 70 جنيه. هو السعر اللي عامل كام دلوقتي؟ المهم تعالى كده بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. ناخد من النص كده. اعتقد دي فلافل سوري هتكون معموله بالحمص مش بالفول زي عندنا، باينه من اللون بتاعها، لون الفلافل اهو. يعني سندوتش شكله كبير ومحمل. تعال نقول بسم الله وندوق. بسم الله. طبعا قبل ما ندوق قولها انت بقى، قولها انت عشان انا جعان. يلا بسم الله. هي بصراحه طعمها حلو. كميه الفلافل يعني كتير في البق. طعم الفلافل السوري تحسه كده مشابه شويه على المصري بس برضه تيست مختلف بس لذيذ. شريحه طماطم سوري. ناخد حته كمان كده. عاجبني ان الفلافل كتيره في الساندوتش محمله، بس برضه ده ما يغفرش انه 70 جنيه. مش عارف ده بالنسبه لكم كتير ولا قليل، بس انا حاسه كتير لان انا في السب كونشنس اللي جوايا 70 جنيه فلافل. فاهمين؟ فلافل 70 جنيه دونت ميكس. تعال بس ايه ندبها كده في الحمص اعتقد او الطحينه. المشكله ان الفلافل بتلغوص. طلع حمص لذيذ بصراحه. وانا بصراحه كنت داخل اعمل الفيديو عشان الاسوع اقول غالي كتير، بس بصراحه كبسني. يعني الطعم جامد والفلافل حلو قوي والفلافل السوري يعني تجديد لو حد عايز يغير تجديد، بس برضه 70 جنيه مقلقني. بس الحقيقه اتقال اكل وكواليتي ممتاز لكن كعرض يعني مقبول. المهم يعني لو حد جرب العرض دوت يقول لي رايه، هل انا مزودها بزياده عشان غالي ولا عرض منطقي؟ انت قول لي في الكومنتات. تضرب خياره براحتك.